هو انا عندي كام سنه دلوقتي؟ 37. 37 ايه يا معلم؟ 37 و7 شهور و3 ايام. هي السنين دي كلها راحت فين صحيح؟ اقول لك، تعالى نعمل جرد على ال 37 سنه اللي فاتوا ونشوف عملت فيهم ايه. انت تاني؟ يا عم ارحمني بقى، انا عندي شغل مهم بكره وعايز انام. شغل ايه يا معلم؟ ده انت بقالك 12 سنه في نفس الشركه، والانجاز الوحيد اللي انت حققته هناك انهم غيروا لك كرسي المكتب لما اتكسر بيك سنه 2021. يا جدع اقعد خلينا نتحاسب، كده كده الورق ما بيكذبش. طب ابوس ايدك بالراحه عليا، بالراحه عليا، علشان انا مش مستحمل. وانا من الاخر ما انا كافحت وتعبت برضه وعملت حاجات كتير. كافحت؟ طب استنى كده اقرا لك التقرير العاطفي والمهني والصحي. ايه رايك؟ بص يا معلم، العشرينات انت قضيتها بتفكر هتغير العالم ازاي، بتقول انا غير كل الناس وليا بصمه خاصه بيا. الثلاثينات بقى يا معلم انت قضيتها وانت بتفتكر ازاي كنت هتغير العالم اصلا، وبتقول يا رب اعدي الشهر من غير ما استلم. دلوقتي بقى احنا في ال 37 واقصى طموحك ان القولون ما يقومش عليك بعد العشاء. لك عليا، ما الظروف كانت صعبه. انا ناسي الازمات والمصاريف وايجار الشقه. انا شايل شيله محدش يقدر يستحملها. صح، انت صح. الظروف شماعه مبطنه حلوه قوي انك ترمي عليها كل مشاكلك وكل ظروفك. بس سؤال واحد، ال5 سنين اللي فاتوا ضيعتهم في ايه؟ عملت فيهم ايه غير انك بتسأل الايام بتجري ليه؟ كنت بشتغل وبدفع اقساط وبحاول اسس حياه. برافو، يعني نقدر نقول ان ال37 سنة اللي فاتوا يتلخصوا في اكل وشرب ونوم ومواصلات ودفع اقساط لحاجات انت مش فاكر اشتريتها ليه اصلا. يؤسفني اقول لك ان انت عمرك ما عشت. انت كنت مجرد واسطة تجارية بتمضي وتبصم على شوية ورق علشان يطلعوا من الشركة للبنك. بس وقتها كان عندي شغف، كان عندي احلام كبيره كان نفسي احققها. انت ناسي الفكره اللي كتبتها سنه 2018؟ شغف؟ قصدك الفكرة اللي دفنتها تحت سريرك سنة 2018 لما قلت أنا هبدأ المشروع ده بعد العيد، وعد عيد ورا عيد ورا عيد وأنت لسه قاعد مستني الشغف ينزل عليك زي المطر. يا راجل ده أنت الأجندة نفسها اتملت تراب ونسيت عنوانها. يعني خلاص كده العمر راح. انا 37 سنه عادي، يعني عدى اكتر من نص الشريط. بص أنا مش عايز إحباط، هو فعلا الشريط لسه فاضل فيه شوية، بس المساحة قلت والمفاصل بدأت تطقطق لما تقوم من على الكنبة، وصوت المنبه بقى يسبب لك ازعاج نفسي لما يصحيك. قول لي اعمل ايه؟ الحق اللي متبقي ازاي؟ استقيل؟ اغير شغلي؟ اعمل الفكره اللي قلنا عليها سنه 2018؟ قول لي اعمل ايه؟ قول لي. الحل انك تقوم تنام دلوقتي علشان ما تتاخرش على الشغل الصبح، عشان لو اتاخرت هيتخصم لك الخصم بتاع بكره ده، هيبقى من ال10 سنين اللي فاضل لك في الخدمه. بس كده؟ يعني مش هتديني خريطه للطريق؟ مش هتقول لي حتى نصيحه؟ النصيحه كانت تنفع لو من 10 سنين. دلوقتي احنا في مرحله تقليل الخسائر. نام واحلم باللي كان ممكن تعمله لو كنت خدت خطوه واحده بتاعها. بالمناسبه ما تنساش تشرب ميه كتير عشان الكلى بتمسي عليك، اللي في سنك لازم يشرب ميه كتير.